فيا عباد الله، رفقا بالقلوب، رفقا بالمشاعر، إن المجتمع المسلم يعاني معاناة عظيمة. أهل الإسلام في غربة وكربة فيحتاجون إلى مراعاة مشاعرهم. لا تفرح بجانب محزون مكلوم متألم راعي مشاعره قريبا كان أو بعيدا. وهكذا أمة الإسلام، ولو أن تتألم لألمهم تفرح لفرحهم، تواسيهم ولو بأدنى شيء. كان بعض السلف يسير مع صديق له خليل بن أحمد أو غيره وصاحبه حاف، فأخذ النعل ومشى حافيا وقال أواسيك بالحفاء، يمشي حافيا مواساة له وجبرا لخاطره. في حادثة الإفك دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة، وتعلمون ما حادثة الإفك وعظيم وقعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين عائشة. عرض الإنسان عنده بعد دينه يحافظ عليه، يتألم يتوجع، ومع ذلك دخلت عليها امرأة من الأنصار وجلست، قالت والله ما تكلمت بكلمة إلا أنها واستها بدموعها، بكت بجانبها ثم انصرفت. قالت والله لا أنساها لها، واستها بدمعة، ما وجدت شيئا تواسيها به إلا بدموعها، قالت لا أنساها لها. كعب بن مالك كما في الصحيحين لما أنزل الله توبته عليه وقد وصف الله الحال حتى إذا بلغت القلوب الحناجر، قال الله عز وجل وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم وتظنون بالله الظنون. حصل كرب عظيم لما أنزل الله توبة كعب، جاء إلى المسجد ويتلقاه الناس خارج المسجد أفواجا يهنئونه بتوبة الله عز وجل عليه. دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، قد تهلل وجهه، تبرق أسارير وجهه فرحا وسرورا لهذا الأمر العظيم برحمة الله التي يختص بها من يشاء، والصحابة جلوس. قال فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى التزمني وهنأني بتوبة الله علي، والله ما قام إلي غيره. لا أقول لم يكونوا فرحين ولا مسرورين، ولكن المواقف رزق، الكلمات الطيبة رزق. قام إليه جبر بخاطره واساه، ماذا نقص، ماذا بذل، ماذا أعطاه؟ جبر خاطره بعناق، بكلمة، بفرح، بسرور. قال والله لا أنساها له أبدا، ما ينساها له أبدا.